الاتحاد السعودي يؤجل بطولة السوبر بسبب مباريات أبطال آسيا. إلغاء ودية الاتحاد والبطائح. غياب كورونادو عن تدريبات الاتحاد. جايردو يتمسك بموقفه الصارم تجاه بنزيما في الاتحاد. إذا كنت من مشجعي نادي الاتحاد، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. كشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن تأجيل بطولة كأس السوبر التي كانت المقرر لها من 27 من فبراير إلى 1 من مارس المقبلين. وبحسب بيان البطولة عبر منصة إكس، فإن قرار التأجيل جاء بعد تعديل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات ذهاب وإياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا التي تسببت في تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي. وأشار إلى أنه يتم العمل مع جميع الأطراف على تحديد موعد جديد لبطولة السوبر السعودي يتناسب مع مباريات دوري أبطال آسيا، وسيتم إعلانه فور التوصل لذلك. وتلعب بطولة كأس السوبر السعودي من 4 فرق بمواجهة الاتحاد مع نظيره الوحدة، بينما الهلال سيلاقي جاره النصر. كشف نادي الاتحاد السعودي عن سبب إلغاء ودية الفريق أمام البطائح الإماراتي التي كانت مقررا لها اليوم الثلاثاء ضمن معسكر العميد بمدينة دبي الإماراتية. وبحسب بيان نادي الاتحاد السعودي عبر منصة إكس، فإن الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جايردو قرر إلغاء ودية البطائح الإماراتية المقرر لها اليوم الثلاثاء بناء على تحليل نتائج التقدم البدني لدى اللاعبين خلال الفترة الماضية من المعسكر. وسيواجه نادي الاتحاد السعودي نظيره شباب الأهلي الأحد المقبل وديا ضمن معسكر الفريق في مدينة دبي الإماراتية الذي سوف يستمر حتى 30 من يناير الجاري. كشف تقرير صحفي اليوم عن سبب غياب البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي عن تدريبات الفريق ألف الاثنين ضمن معسكر العميد في مدينة دبي الإماراتية. وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن البرازيلي إيجور كورونادو غاب عن تدريبات نادي الاتحاد أمس بسبب تعرضه لوعكة صحية. وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن الفرنسي كريم بنزيما يواصل تدريباته الانفرادية في مدينة جدة وسط محاولات من مسؤولي نادي الاتحاد لتقريب وجهات النظر بين الأرجنتيني مارسيلو جايردو واللاعب قبل استئناف مباريات الدوري منتصف فبراير المقبل. وشددت الجريدة على أن الأرجنتيني مارسيلو جايردو يرفض التحاق الفرنسي كريم بنزيما بتدريبات نادي الاتحاد خلال معسكره الخارجي بمدينة دبي.